سلطان محمد فعال في الجمعية تاع أمل 212 المغرب. كان السؤال اللي قلتي للأخ الكاتب العام هو حنا بغينا نرجعوا لديك الطقوس ديال القديمة ديال 40-50 سنة هذه. كل ما كتجلى في الدقيقية في هذاك نقراو القرآن في الصباح، استقبلنا الإخوان وجبنا الخيالة كما كتشوفوا هما اللي في الباب، والخيالة باغمي لي ميور اللي كاينين في المغرب. داك بابا دريس الولد ديالو هو اللي حاصل هذه. حنا بغينا نرجعوا لديك الطقوس القديمه. اول عمليه اللي كانت اليوم الصباح هي استقبال. من الاستقبال كنديروا اوبيراسيون دو بورتاج، كنشوفوا كنحرصوا على لي زاناليز، واش جاب لي زاناليز ولا لا. خصنا هذا هو لو سوسي ديالنا، خصنا يكونوا الوليدات دوزوا هذه المرحله تاع لي زاناليز، كيجيبوهم كيدليو لينا بهم، كنشوفوا الاسم وكنتاكدوا من الولد اللي يدير التحليلات، كنستقبلوهم دار واحد شويه تاع النشاط، خداو الصور مع الفرسان ديالنا. من الفرسان التجأنا دابا المركز الصحي ديال السماره. من بعد كيخرجوا ياخذوا الصوره، من بعد غيفتح الباب تاع المسجد، غادي يديروا فيه حتى هو داخل واحد الصوره، ومن بعد غادي يديروا واحد الدوره غادي يطلقوا يرجعوا لهوتو غوبركاي. وكنشكروا الاخوان اللي سهروا على هاد العمليه، هاد اوبيراسيون، هاد لا كومبان دو سيركونسيزيون، ولهم جزيل الشكر. كل من ساهم سواء بكلمه فهو مشكور. وكنشكروا الاخوان ديال الجمعيه تاع 212، كل الرئيس الكاتب الاخوان المشرفين، وكذلك الاخوان ديال الهلال الاحمر المغربي. معك محمد بوطار رئيس جمعيه راشد التنميه والشباب، احد اللجان المنظمه ديال جمعيه المجتمع المدني حمايه الاعذار. هذا عمليه الاعذار تحت اشراف دار الشباب بسماره مشهوره بمقاطعه المدينه القديمه. وهذا عمليه الاعذار ابناء المنطقه ديال المدينه القديمه ومناطق بعض المقاطعات، وحوالي 51 مستفيد الاطفال كجمعيه المجتمع اشتغلنا في هذا المجال الاجتماعي من اجل سياسات القوم مع المواطنين، الفرحه ديال المواطن الساكنه، وهذا نشاركوا معهم الفرحه في المجال الاجتماعي. وكنشكروا السلطات المحليه على السهر ديالهم والتنفيذ ديالهم، وكنشكروا السلطات المنتخبه مقاطعه بعد الدعم ديال هذا النشاط ديال عامه الاعداد اللي نظمتها جمعيه المجتمع المدني، جمعيه اسبوار 212 وجمعيه راشد وجمعيه تراث المدينه القديمه. وحنا كنشكروا الاعلام والصحافه اللي هو ضمن هذه العمليه الاجتماعيه، وحنا درناها الطقوس الدينيه وطقوس الجو هذا باش نعرفوا الاجيال والاطفال وهذا الشباب والاجيال بانهم خاص تكون مترابط، اننا خاص نديروا الطقوس الدينيه ونبغى ندخلوا للمسجد العتيق باش انه يشوفوا ذاك الباه ويدوا البركه ديال المسجد، وغادي ندوز الطريح ديال سيدي بليوط. كنا بعملية ختان كانت شراكة مع جمعية التنمية الموانئ، وكذلك جمعية الأمل، كذلك الزي التقليدي كما فيه الحنة والكحل الوليدات الصغار اللي كيتختنوا. وبغينا نحييو هذا الشيء باش يبقى عندنا موروث ثقافي عبر الأجيال، والوليدات ديالنا الآن يعيشوا كيف عشنا حنا وعاشوا جدودنا وآبائنا، نحافظوا على التقاليد ديالنا. وهذا هو دور جمعية التراث، هو الحفاظ على الموروث الثقافي عبر الأجيال، والحفاظ على العادات ديالنا اللي ما خصهاش تموت. وإن شاء الله غادي حنا كجمعية كنقوموا هذا هو الدور ديالنا باش نحافظوا على الموروث الثقافي. عدد المستفيدين اللي كانوا 50 طفل اللي قاموا بعملية الختانية، والحمد لله دازوا الشباب على خير، والآباء فرحانين والأبناء حتى هما فرحانين. يعني الحمد لله، يعني مرات كلشي تبارك الله مرسولين. كانت المساعدة ديال مقاطعة سيدي بليوط، وكذلك المندوبية الصحة كنبغي نشكرها في هذه المناسبة. كنشكر سيد العام لعملية مقاطعة الدار البيضاء أوفا، وكنشكر جميع المسؤولين اللي قاموا بهذا الحرص على نجاح هذه العملية الختان. كنشكرهم جميعا.
المحليتين اللي قامت بالدور ديالها والحمد لله. Moi, j'ai été satisfaite. Moi, j'ai ça fait maintenant 1 an qu'il n'a pas encore été certifié. Donc, au côté de l'occasion, j'ai entendu, j'ai dit pourquoi ne pas venir me suis inscrite, vraiment, je suis satisfaite. Et ici, je suis la bienvenue parce que tout ce que j'approche, ils m'ont bien accueilli. Elle est bien passée. Depuis qu'il est sorti de la salle d'opération, il n'a plus pleuré. Il n'a même pas pleuré. Moi, j'ai eu peur, il était stressé. Mais l'enfant, il joue, il s'amuse, comme si rien n'était. Vraiment, je suis très satisfaite.